السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزاف منكم كيبغيو يحضروا مادة الفلسفة كيمشيو لجوجل ولا يوتيوب كيلقاو انهم ملي كيمشيو نقيسم وكيعملوا ديك التحضير نلقاوه في يوتيوب ولا في جوجل. كيلقاو ان بزاف ديال التلاميذ معاهم كيجيبوا نفس التحضير، وبما ان فكتلقاو ان نفس داك التحضير كيتعاود في جوجل، نفسه كيتعاود في اليوتيوب. فحاولت انا هاد المره انني نجيب لكم واحد التحضير مختلف باش ما يكونش عندكم بحال الاصدقاء ديالكم، وباش تفهموها اكثر غادي نقرا لكم. طبعا اول حاجه غادي نبداو بالمحور ديال نشأة الفلسفه. غادي نبداو بهذا النص هذا ديال الفلسفه في مواجهه الاسطوره. طبعا هذا النص هذا دمن ديال جون بيير فرنان. عاد فتحوا الكتاب تلقاوه في الصفحه 13. المهم نبداو اول حاجه بموضوع النص. طبعا حنا ملي كنبداو في تحليل اي نص كنتبعوا مجموعه ديال الخطوات، اهمها او اول خطوه هي الموضوع ديال النص. في الموضوع ديال النص كنقدم واحد الفكره عامه على داك الشيء اللي كاين في النص. فهنا الموضوع ديال النص هي طبيعه العلاقه الرابطه بين الميثوس اللي هي الاسطوره واللوغوس اللي هي الفلسفه. دابا نمشيو المرحله الثانيه اللي هي البنيه المفاهيميه. البنيه المفاهيميه اش كنعدلوا فيها؟ كنقوموا بشرح اهم المصطلحات اللي كتشكل لنا البنيه الداخليه للنص. داك المصطلحات الفلسفيه اللي ما كنفهموهاش بحال الميثوس. شنو الميثوس؟ الميثوس بكل بساطه هي كلمه يونانيه الاصل والمصدر، وتعني الاسطوره، وهي مجموعه من الاعتقادات والتصورات والحكايات والقصص المستوحاة من الواقع والمنسوجة بطريقة خيالية من طرف الإنسان القديم حول ذاته والطبيعة ونشأة الكون والآلهة وعن أعمالهم الخارقة وصراعاتهم. هذا المفهوم هذا بسيط بكل بساطة. الميثوس هي الكلمة الأصل ديالها والمصدر ديالها من اليونان. انتم كاملين بكم كتعرفوا اليونان اللي هي الحضارة الإغريقية، وتعني الأسطورة. باللغة العربية الأسطورة، وكنظن أنكم كتعرفوا شنو هي الأسطورة، هي الخرافة، وهي مجموعة من الاعتقادات والتصورات. تصورات تخيلات، حاجة كنتخيلوها، والحكايات والقصص المستوحاة من الواقع. هاد القصص وهاد الحكايات هادشي كامل كنجيبوه من الواقع، ولكن كنسجوه بطريقة خيالية. كنجيبو كنجيبو داكشي من الواقع، ولكن كنشرحوه ولا نحكيوه بواحد الطريقه خياليه، بحال كنزيدو من راسنا. وطبعا هادشي كان كيعادلو الانسان القديم. علاش؟ كان كيعادلو على ماذا؟ حول ذاته والطبيعه ونشأة الكون والآلهة وعن اعمالهم الخارقه وصراعاتهم. حيت ديك الفلاسفه هادوك ما كان كيدير لهم بان الكون فيه بزاف ديال الالهه، وزعما ديك الالهه كيدافنوا ما عرفتش هذا هو الاعتقاد ديالهم. هنا في الفلسفه هاد الشيء ديال هاد الشيء ديال اعمال الالهه وصراعاتهم ما كنقصدوش بها الدين ديالنا، وانما كنقصدو بها داك الافكار ديال الانسان القديم. المصطلح الثاني هو اللوغوس. اذا قريتو النص غتجبروا المصطلح ديال اللوغوس موجود بكثره في النص ديال جون بيير فرنان. المهم اللوغوس هي كلمه يونانيه الاصل، ومن بين ما تعنيه إلى جانب الخطاب، المبدأ، العقل، والعلم، الفلسفة. اللوغوس حتى هي بحال الميثوس، هي كلمة جا من اليونان. الأصل ديالها والمصدر ديالها من اليونان ياك. هي كتعني عندها مجموعة ديال المعاني، من بينها الخطاب. وانتم كتعرفوا شنو الخطاب؟ شي واحد بحال خطبة الجمعة ولا شي حاجة بحال هيدا. شي واحد كيبقى يهضر، خطاب. المبدأ أو القيم، نبدأ بحال قيمة. العقل، العلم، من بين هاد المعاني ديال كامل كتعني أيضا الفلسفة. وهذه الأخيرة كلمة مكونة من شقين: فيلو وتعني المحبة، وصوفيا وتعني حكمة أو معرفة. هاد الأخيرة، شنو هاد الأخيرة؟ هي الفلسفة. الفلسفة كتكون من جوج ديال الشقين، من فيلو اللي كتعني المحبه، وصوفيا اللي كتعني الحكمه او المعرفه. وملي كنجمعوا هاد الشقين هاد الشقين هادو كنحصلوا على محبه الحكمه او محبه المعرفه. وكان عالم الرياضيات والفيلسوف اليوناني فيثاغورس أول من أطلق هذا الاسم على الفلسفة التي كانت
تسمى سابقا بصوفيا أي الحكمة، ويسمى المشتغل بها بالحكيم، وذلك في القرنين السادس والرابع قبل الميلاد، على اعتبار أن الحكمة من اختصاص الآلهة، في حين أن البشر هم فقط محبو الحكمة أو المعرفة. يعني نقلك بأن الفلسفة هي كتكون من جوج شقين، اللي هي الفيلو وصوفيا، اللي كتعني محبة الحكمة أو محبة المعرفة. وعالم الرياضيات والفيلسوف اليوناني فيثاغورس، طبعا كاملين بكم كتعرفوا فيثاغورس، قريتوا المبرهنه ديالو في 9 ولا في 8. يعني كان بينا كنعرفوا المبرهنه ديال فيثاغورس. اذا احنا كنعرفوا فيثاغورس هو اول من اطلق هذا الاسم على الفلسفه، هو اللي سمى الفلسفه ب... ب... بمحبة الحكمة، ولا بحب الحكمة أو حب المعرفة، حيث في الأول كانت كتسمى بصوفيا، يعني كانت كتسبب الحكمة. وأي واحد يعني كيشتغل بالفلسفة كان كيتسمى حكيم، ولكن على اعتبار أن الحكمة هي فقط من اختصاص الآلهة، يعني الله سبحانه وتعالى بوحده هو الحكيم، فقرر فيثاغورس أنه يسميها بمحبة الحكمة. وهادشي فوقاش كان قبل في القرنين السادس والرابع قبل الميلاد، كما قلت لكم، على اعتبار ان الحكمه اختصاص الالهه، حيت هما كانوا كيامنوا بمجموعه من الالهه. الماء هو الهه، فهمتي، الماء كيتعتبر من الالهه، النار من الالهه، يعني عندهم الهه غريبه جدا، حيت اصلا كانوا يعني جهلاء في ذاك الوقت. عاد نلقاو واحد المصطلح اخر اللي هو التجريد. التجريد بكل بساطه عنده جوج معاني، عنده معنى بسيط وعنده معنى معقد ومركب. المعنى البسيط هو تحويل صورة محسوسة إلى صورة ذهنية. كيف الصورة محسوسة إلى صورة ذهنية؟ بكل بساطة يعني صورة محسوسة هي واحد الصورة اللي كنقولك أنا صورة محسوسة، هي واحد الصورة نقدروا نحسوها. يعني مثلا هاد الدفتر هذا أنا كنحاديه، يعني كنحس به، كنحاول واحد الصورة ذهنية، يعني بحال يعني كنبدا نتخيلو في الدماغ ديالي. بالنسبة لمعنى معقد ومركب، هو أخذ أو عزل مجموعة من الخصائص أو الصفات لأشياء تنتمي لنفس النوع، وإطلاق اسم موحد عليها، مثل إنسان، حيوان، نبات. يعني المعنى ديال المعقد والمركب هو أننا كنجيبو مجموعة ديال الصفات والخصائص اللي كيتميزوا بها، اللي كتميز بها مجموعة من الأشياء كتنتمي لنفس النوع، وكنطلقوا عليها واحد الاسم موحد. بحاليش مثلا بحال ديك اللعبه ديال فواكه وخضر، كتجيب مثلا كدير خانه ديال الفواكه، خانه ديال الخضر، خانه ديال المهن، خانه ديال النبات. فمثلا الفواكه كيكونوا عند واحد الخصائص مشتركه بيناتهم، كنسميوهم فواكه. نفس الحاجه بالنسبه للخضر، نفس الحاجه بالنسبه لاي حاجه اخرى. فهذا هو المصطلح ديال التجريد بكل بساطه. المصطلح الاخر اللي تلقاوه في هذا النص هو الانطولوجيا. دونك الانطولوجيا شنو هي كلمه يونانيه الاصل، وتتكون من شقين: أنطو وتعني الوجود، ولوجيا أو لوجي وتعني العلم. وبجمع الشقين نحصل على علم الوجود، وهو العلم الذي يهتم بدراسة أصل الوجود وإشكالاته الكبرى، وهو مبحث أساسي من مباحث الفلسفة، إلى جانب الإبسيمولوجيا مبحث المعرفة أو فلسفة العلوم، والإكسيولوجيا واللي هو مبحث القيم. فشنو الأنطولوجيا؟ بكل بساطة الأنطولوجيا هي عاود كلمة يونانية، لأن معروفة أصلا الحضارة الإغريقية هي اللي كانت معروفة بالفلاسفة وهادشي هذا. فالأنطولوجيا واحد كلمة يونانية الأصل، وكتكون عاد من شقين: أنطو كتعني الوجود، ولوجيا كتعني العلم. يعني إذا جمعنا بكل بساطة هي علم الوجود. علم الوجود يعني شنو الوجود؟ يعني هي الخلق، علم الخلق مثلا نقولوا. وهو العلم اللي كيهتم بدراسة أصل الوجود، يعني كيهتم بدراسة كيفاش تخلقتي، شكون خلقك، فهمتي بحال هيدا، والإشكالات ديالو الكبرى. وهو مبحث أساسي من مباحث الفلسفة. يعني الفلسفة عندها 3 ديال المباحث: مبحث يعني هذا علم الوجود، ومبحث الإبسيمولوجيا اللي هو مبحث المعرفة أو فلسفة العلوم بحال، والإكسيولوجيا اللي هي مبحث القيم. دابا غنمشيو للمرحلة الثالثة في تحليل النص، اللي هي إشكال النص. إشكال النص بكل بساطة، باش تفهموا إشكال النص كتجبروا الموضوع ثالث مرحلة في تحليل النص هي إشكال النص. إشكال النص باش تصيغوه بكل بساطة، كتجبروا الموضوع ديال النص، كتختاروا له علامة الاستفهام، كتستخدموا له أداة الاستفهام المناسبة زائد علامة الاستفهام. فمثلا حنا هاد النص هذا الموضوع ديالو هي طبيعة العلاقة الرابطة ما بين الميثوس واللوغوس. إذا السؤال بكل بساطة أو الإشكال هو: كيف هي علاقة الميثوس باللوغوس؟ طبعا كنعادوا علامة الاستفهام، مخصناش نساوها.
هل هي علاقة تقابل ومواجهة أم علاقة انسجام وترابط؟ صافي بكل بساطة. طبعا كاين مجموعة صيغ أخرى، مثلا تقدر تعدل ما طبيعة العلاقة الرابطة ما بين الميثوس واللوغوس، أين تتجلى ماشي أين تتجلى لا، تقدر تعدل مثلا الميثوس واللوغوس أي علاقة. يعني كاين مجموعة ديال الصيغ تقدروا تبدلوا باش ما تجيبوش بحال بحال. بالنسبة للمرحلة الرابعة في تحليل النص هي أطروحة النص. أطروحة النص ولا موقف صاحب النص بحال بحال. هنايا نعدلوا هذا الجدول هذا باش يعني نسهلوا به، يعني باش نبينوا فيه الاختلافات الشاسعة ما بين الميثوس واللوغوس. هنايا عندنا خصائص الميثوس اللي هي الأسطورة طبعا، وخصائص اللوغوس اللي هي الفلسفة. خصائص الميثوس: تقليد شفوي، تحكي عن القوى الإلهية، غياب القواعد العقلية، تخاطب الوجدان، فكر بلاغي. خصائص اللوغوس: الأدب المكتوب، الكيانات المجردة، خضوع لقواعد عقلية رياضية، تتوجه نحو الفكر النقدي يعني العقل للقارئ، يعني تتوجه نحو الفكر النقدي للقارئ، والدقة في الاستدلال بكل بساطة. هنايا عادي يعني عفوا، هنا هاد المرحلة ديال أطروحة النص كتبدا هنا، ماشي هنا خطيت كتبت هنايا هاد أطروحة النص. يعني هذا باش نبينوا الاختلافات الشاسعة ما بين الميثوس واللوغوس. يعني الجدول هذا توضيحي. هنا كتبدا الأطروحة ديال النص. حيت علاش عملت هذا الجدول هذا؟ بكل بساطة لأن الأغلبية ديال الأساتذة كيطلبوه منكم. بالنسبة لأطروحة النص غادي نقولوا هنايا يقر جون بيير فيرنان من خلال نصه بفكرة التعارض والتباين بين الميثوس يعني الأسطورة واللوغوس يعني الفلسفة، لأن لكل منهما خصائص مختلفة كليا عن الأخرى، مما يجعل إمكانية ترابطهما شبه مستحيلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتفسير الظواهر الكونية. فالأسطورة لا تستطيع تجاوز الخيال والسرد الحكائي في تفسير ما يجري حول الإنسان من أحداث غريبة وغير مألوفة بسبب محدودية وسطحية تفكير المجتمع اليوناني القديم. أما الفلسفة فقد حاولت استبدال هذا الأسلوب بآخر لتفسيرها لنفس الظواهر، وهو الأسلوب العقلي المنطقي البرهاني. ودعما لموقفه استعان صاحب النص بأساليب حجاجية متنوعة ومختلفة جمعت بين. طبعا هنا كنكون وصلنا للمرحلة الخامسة في تحليل النص اللي هي الحجج والأساليب، الحجج والأدلة اللي استخدمها صاحب النص باش يدعم لنا الفكرة ديالو. فبالنسبة للأساليب الحجاجية هي هذه، وهنا كنعدلوا المؤشر اللغوي ديالها اللي كاين في النص، يعني كنجيبوا الجملة كاملة ماشي غاديك الكلمة اللي كتدل عليها فقط. الأسلوب الحجاجي الأول استلزام. دونك المثال ديالو في النص: لكي يتحدد مجال الأسطورة حتى كان لزاما. يعني غتلقاوها في النص، يعني عادي يكتب لكم خلي غير نقاط الفراغ وصافي ترجعوا للنص غتلقاوهم. هنايا المقابلة والمقارنة، عملية التقابل بين الميثوس واللوغوس، يعني ديك عملية التقابل ما بين الميثوس واللوغوس. ثالثا التأكيد، إن أول عنصر يجب أخذه بعين الاعتبار حتى الآخرة، يعني هي إن هذه وهذه يجب. الشرح والتفسير، فهو يقترن بتحليل مكثف إلى آخره. المثال مثلا استعمال مفهوم الوجود إلى آخره. الإضراب، لم يعد اللوغوس كلاما فحسب بل صارت له إلى آخره. يعني فوقاش كيكون الإضراب ملي كيكون عندنا هاد وسيلة هاد الأداة بل، فيما تجبروا هاد بل هي الإضراب. استنتاج، هذا التباين الوظيفي يهم بصورة مباشرة إلى آخره. دابا كنكون وصلنا لآخر مرحلة اللي هي مرحلة الاستنتاج. طبعا هي سادسا ماشي خامسا، غير خطيت وصافي. استنتاج العام يتضح من خلال كل ما سبق على أن الفلسفة والأسطورة لا يمكن لهما بأي شكل من الأشكال أن يجتمعا، لأن لكل منهما طريقته الخاصة في تفسير الأحداث والوقائع.
فالأسطورة تفسرها بطريقة خيالية شعبوية، في حين تفسرها الفلسفة بطريقة عقلانية.